فيلمنا بيبدأ مع رون وهو مع حبيبته ميلي اللي قابلها من شهرين بس، وبيبقوا دول أجمل شهرين في حياتهم كلهم، وبيقول لها إن دي كانت أجمل فترة وإنه معجب بيها جدا وبشخصيتها، وبيستأذن منها عشان يدخل الحمام، وبيروح للجرسون وبيديله خاتم الجواز بتاعه عشان الجرسون يحط الخاتم في الآيس كريم بتاعها، وتلاقي الخاتم مفاجأة ليها، وبيكون الجرسون غالبا سكران أو مش مركز في كلامه أصلا، فبياخد منه الخاتم وبيحطه في آيس كريم وبيقدمه لواحدة تانية خالص، وبتفضل ميلي تاكل الآيس كريم ورون مستني إنها تلاقي الخاتم لحد ما بتبقى قربت تخلص أكل، ومرة واحدة بيسمع من وراه واحده بتصرخ من الفرحه ان حبيبها تقدم لخطبتها بعد 17 سنه تعارف، فبيقوم لها وبيقول لها ان الخاتم جالها غلط والمفروض يجي لحبيبته مش ليها، لكن الست بتقول له انها مش بعد 17 سنه هتضيع خاتم خطوبه من ايدها، وبترفض انها تسلمه الخاتم، فبيخطفه من ايدها وبيرجع ترابيزته تاني، وقبل ما يوصل لها بتكون الست هجمت على رون ونامت عليه ودمرته خالص، وبتحاول ميلي انها تحميه لحد ما البوليس بيجي وبيقبض عليهم هما الاثنين لاثاره الشغب، لكن المهم ان الخاتم بيكون معاه، وبيتقدم لميلي حبيبته وهم متكلبشين، وبتوافق ميلي انها تتجوزه. وبعد ما بيخرج من السجن بيروح مع اصحابه ديريك وجيسون صاله البولينج، وبيقول لهم انه اتقدم لميلي ووافقت، وكلهم بيقولوا عليه مجنون لانه هيتجوز واحده اتعرف عليها لمده شهرين بس رون بيكون حابب فكره جوازه من ميلي، وبتتعمل حفله ليهم هما الاثنين في بيت اهل ميلي، وبيروح اصحاب رون الحفله، وبيكون جيسون اكتر شخص همجي في الحفله لدرجه انه بيلم الاكل بايده وبيحطه في جيبه لبعدين، وبيقدم جيسون لنفسه واحده صاحبه ميلي، وبيقول لها انه شغال في مجال الاعلانات، وبيبقى شغله عباره عن انه ماسك يافطه محل وبيرقص بيها في الشارع وبس كده، وبيطلع رون قدام كل الحضور عشان يعلن عن ميعاد الفرح بتاعهم اللي بعد شهر من اليوم، وكل الموجودين مدعوين على الفرح طبعا، وبيبقى كل الموجودين مبسوطين ما عدا تود جوز اخت ميلي، وبيكون كاره رون لانه بيحب ميلي وندمان على جوازه من اختها، وبيبقى نفسه يبوظ الجوازه باي شكل، وبيكون تود بيحاول انه يتقرب من ايب حماه باي شكل عشان يبقى مسؤول عن اداره الشركات بتاعته، لكن ايب بيبقى معجب جدا برون وبطريقه تفكيره وبشخصيته، وبيهمل تود بشكل كبير، فبيقرر تود ان الجوازه دي لازم تبوظ، وبيتصل برون تاني يوم وبيقول له ان فرحه بعد شهر يعني لازم يتعمل له حفله توديع العزوبيه بسرعه، وانه متكفل بكل حاجه من مصاريف وسفر وكل حاجه، وبيمثل عليه انه ملوش اخ وعايزه يبقى اخوه اللي يعمله الحفله على مزاجه، فبيوافقوا رون لانه طيب وفاكر انه بيدور على مصلحته وفرحته، وبيوافقوا على انه يبقى مسؤول عن الترتيبات، وبيقفل تود معاه وبيبقى مبسوط انه قريب هيتخلص منه، وبيطلب من بيلي السكرتير بتاعه ان يجيب له كل المعلومات عن رون ويعرف نقط ضعفه، لانه لازم يبعده عن سكته عشان يستولي على كل ممتلكات اب حماه بعد ما يموت، وانه متجوز مراته مصلحه مش عشان بيحبها، وبيجهز رون حاجات السفر وبيكون مع اصحابه، وقبل ما يتحركوا بتيجي مرات ديريك الاولانيه عشان تسيب له تومي ابنه لانه المفروض في الاسبوع ده يبقى معاه هو مش معاها، وبياخده غصب عنه، وبيروحوا على المطار وبيلاقوا ان تود واخد الطياره بتاعت حماه وهيتحركوا بيها، ده غير انه هيتحمل كل تكاليف الرحله وهم مش هيدفعوا حاجه من جيبهم، وبيكونوا مبسوطين جدا، وبيطلعوا على الطياره وبيكونوا منبهرين جدا بيها، وبيلاقوا ان في مضيفتين في خدمتهم على الطياره، فبيقوم ديريك فورا عشان يحبس ابنه تومي في الحمام، وبيرجع من تاني للمضيفتين عشان يكملوا رحلتهم سوا، واول ما بينزلوا بيكون سيث مركز مع المضيفتين لدرجه انه بيقع من على السلم بتاع الطياره وبينزل على الارض ودراعاته الاثنين بيتكسروا، وبعد ما بيتجبس بيتحركوا كلهم على الفندق اللي هيقعدوا فيه، وبيبقى بيلي سكرتير تود موجود هناك على اساس انه منظم الرحله وبياخدهم للجناح بتاعهم، وبيكون تود مجهز بنات كتير لرون عشان يغروه، وبيخرج من الجناح وبيروح الاوضه اللي جنبه عشان يشوف الكاميرات اللي بيلي معلقها في كل مكان في الجناح، لانه عايز يسجل اي حركه على رون، ومستني انه يغلط مع بنت من البنات وساعتها هيسجلوا فيديو ويبعتوا لميلي والجوازه تبوظ، وبتبقى دي هي خطته، وبينزلوا كلهم الفندق عشان يعملوا مساج، وبعدها بيتمشوا في الفندق، وبيكون ديريك وجيسون ماشيين لوحدهم وبيشموا ريحه اكل، فبيروحوا ناحيه المصدر لحد ما بيلاقوا تجمع خاص بجمعيه معينه، فبيسجلوا اسمائهم فورا من غير ما يفهموا الجمعيه دي خاصه بايه او بتشجع ايه حتى، وكل ده عشان الاكل وبس، وبيقابلوا اتنين من الستات بتوع الجمعيه، واحده منهم اسمها بيتي، وبيحاول جيسون انه يفرد نفسه قوي في الكلام قدامها، وبيقول لهم انه مشترك في الجمعيه من 20 سنه، وانه بدا فيها من وهو شاب، وكان جده بيشجعه على اهدافها كمان، فبتشرق الست من كلامه، وبيبان ان الجمعيه خاصه بحاجه مش مظبوطه، وبتبقى الجمعيه مسؤوله عن الاشخاص اللي ما بيقدروش يتحكموا في شهواتهم وليهم علاقات كتير، والجمعيه وظيفتها علاقه الادمان ده، علشان كده الستات استغربت ان جيسون فيها من 20 سنه ولسه متعالج دلوقتي، معنى كده ان حالته كانت متدهوره جدا، وبيسيبهم جيسون عشان يروح لاصحابه، واما بيقابل بيتي تاني قدامه بيلاقيها جريت عليه وحضنته، وبمجرد ما بيعزم عليها انهم يخرجوا شويه او يسهروا في اوضته بتوافقوا فورا وبيبيع صحابه في ثانيه، وبيستغرب ديريك من اللي حصل وازاي جيسون قدر يرتبط بالسرعه دي وهو طول عمره فاشل، وبيقول لهم انه بيتمنى تكون بيتي مثلا مجنونه او مريضه نفسيا وتقتل جيسون، لان ده التفسير الوحيد اللي حصل قدامهم، وبيقعدوا كلهم في مكان بعد ما بيخلصوا سهرتهم، وبيكون ديريك بينصح رون انه يفكر في الجواز من تاني، لانه بمجرد ما يتجوز هيودع حاجات كتير اهمها الرياضه، لان مفيش ست بتحب الرياضه، وكلهم بيمثلوا انهم بيحبوها بس لحد الجواز وبعدها بيبانوا على حقيقتهم، ده غير انه يودع الهدوء والراحه بمجرد ما يخلف طفل حتى، وبيفضل رون يسمعه لحد ما بيزهق وبيتعب، وبيطلع على اوضته عشان
ينام وبياخد سيث معاه، وبيبقى تود حاطط بنات لرون في كل حته بحيث انه يصور اي حاجه تحصل مع رون، لكنه بيبقى قادر يتحكم في نفسه جدا وما بيقربش من اي بنت نهائي. وبتنام الشله كلها وبيفضل ديريك لوحده سهران لحد ما بيجي تاني يوم، وبيصحى ديريك في حمام الجناح وبيلاقي خاتم في ايده، وبيتاكد انه يتجوز لتالت مره وهو سكران ومش فاكر هو اتجوز مين. فبيقولوا جيسون انه اتجوز واحده من الكازينو وانه شهد على جوازه ومعاه شهاده الجواز والفيديو بتاعه كمان. فبيتصدم ديريك من اللي عمله في نفسه، وبيكون تومي ابنه واقف وعارف ان ابوه اتجوز تاني، وبيتضايق ان ابوه لاقي وقت يتجوز ومش لاقي وقت يقعد معاه. وبينزلوا كلهم بعد كده عشان يلعبوا جولف، وبيقولها جيسون انهم هيلعبوا على ويسكي، اللي يخسر يشرب واللي يكسب يخلي الكل يشرب مع ده هو. وكالعاده اول واحد بيقع منهم هو سيث، وبيرجعوا بيه شايلينه لحد الجناح بتاعهم. وبينزل رون تاني يوم عشان يقعد على البر لوحده في هدوء، وبيتعرف على واحده اسمها ايفا، وبيفتكر انها بتحاول تتقرب منه، فبيقولها انه خاطب وهيتجوز قريب جدا. فبتقول له ما يقلقش لانها هي كمان مخطوبه وهتتجوز قريب، وبتحكي له انها مش مرتاحه في علاقتها بعد سنه من الارتباط. فبيستغرب انه هيتجوز بعد شهرين تعارف بس، فبتنصحه انه لازم يطول الفتره شويه لانها اتعرفت على واحد واكتشفت عنه حاجات خلتها تفسخ الخطوبه. وبيعزمها على الحفله الرئيسيه اللي هتتعمل في الفندق كمان شويه، وبينضم رون مع اصحابه وبيقول له تود ان الحفله دي معموله له مخصوص ولازم يستمتع بيها على قد ما يقدر. وبيفضل رون يتمشى في الحفله، وبتيجي ايفا فعلا الحفله، وبتطلع انها هي كمان متفقه مع تود انها تقنع رون يسيب ميلي ويفسخ خطوبته معاها، وبتاخد فلوس من تود عشان تكمل الخطه بتاعتها، وبتروح ناحيته وبتشده في الكلام انه يتمشى معاها شويه. وبينسى موبايله على الترابيزه اللي كان قاعد عليها، وبيلاقي تود ان ميلي بتتصل برون على موبايله، فبيرد عليها وبيسالها لو كانت متاكده وواثقه انها عايزه تضم رون للعيله الراقيه بتاعتهم، لانه شخص متهور شهواني جدا، وده بسبب انه بيعمل علاقه مع كل واحده قدامه. وبيكون نجح في التوقيع بينهم لان ميلي صدقت فعلا ان رون بيخونها مع كل بنت بيقابلها. وبتفضل ميلي قاعده متضايقه وسط اهلها ومش مصدقه ازاي رون بيعمل كده وهو المفروض بيحبها، وبتقرر انها لازم تروح له حالا المكان اللي هو قاعد فيه وتكتشف خيانته بنفسها، ومش هتصدق الا لما تشوف بعينها اللي هو بيعمله. وبيكون رون منسجم جدا مع ايفا على غير العاده لدرجه انهم بيمشوا من الحفله سوا، وساعتها بيفرح تود ان خطته قربت تنجح وهيصور رون فيديو كدليل على خيانته لميلي ويبوظ الجوازه. وبيأمر بيلي السكرتير بتاعه انه يتاكد من تصوير كل حاجه بتحصل وان ما يبقاش فيه اي تشويش على الفيديو، وبينقل بيلي الحفله كلها للجناح بتاع تود، وبيروح يبص في الكاميرات عشان يصور ايفا ورون سوا لانه بيفتكرهم موجودين في الاوضه الموجوده في الجناح، لكنه بيفضل يدور عليهم وما بيلاقيهمش، وده لانهم قاعدين في خيمه على الشط. وبيفضل ديريك طول الوقت بيدور على ابنه تومي عشان يتاسف له على انه اتجوز واحده ثالثه وانه كان سكران ساعتها والموضوع تم غصب عنه، لحد ما بيلاقي ان تومي داخل عليه ومعاه الست اللي هو اتجوزها، وما بيسالوا ديريك هو وصل لها ازاي، فبيقولوا ان الحاجه الوحيده المشتركه بينه وبين كل اللي اتجوزهم هي انهم بيحبوا الموسيقى والكايروكي. فلف على كل الحانات الموسيقيه ووصل لمراته الجديده عن طريق اسمها اللي قراه في وثيقه الجواز. وبيقول تومي لوالده انه يحاول يصلح جوازه المره دي على الاقل يمكن يعيش سعيد. وبيفرح ديريك بابنه جدا وبيروح يتعرف على مراته الجديده اللي اتجوزها من غير ما يعرفها. وبيكون رون مع ايفا في الخيمه وبتحاول انها تغريه باي شكل لكنه ما بيتاثرش بيها، وبيقول لها انه بيحب خطيبته جدا ومتاكد انها المختاره فعلا ونفسه يتجوزها وما يقربش من اي حد تاني غيرها لانه مش خاين. وبيقول ايفا انها شخصيه كويسه وطيبه واكيد خطيبها محظوظ جدا لانه معاها، فبتقول له انه طيب قوي عكس تود، وبتحكي له كل اللي تود كان ناوي يعمله معاه عشان يبوظ الجوازه بتاعته، وبيتفقوا على حاجه سوا. وبعدها بتطلع ايف لتود عشان تتكلم معاه على انفراد بينهم، وبتقدر انها تغريه لحد ما بتكتفه في السرير، وبتروح تفتح باب الاوضه لرون عشان يدخل عليه ويخوفه اكتر لانه عايز يعترف باللي كان ناوي يعمله فيه. وبيجي ديريك وجيسون عشان يفهموا اللي بيعمله رون في تود، فبيقول لهم انه كان بيخوفه مش اكتر وانه كان عايز يبوظ جوازته باي شكل عشان يضمن مكانه في شركه اب حماه. واثناء كلامه بتكون ميلي وصلت الفندق ومعاها اختها وامها وبتدور عليه، وما بتشوفه قدامها بتفتكر انه شخص ما بيحبش الستات وانه كان بيخونها اصلا بس مع تود، وبتسيبه وبتمشي. فبيجري وراها عشان يشرح لها اللي حصل، وبتبقى مرات تود واقفه وعايزه تفهم اللي حصل، فبتسال بيلي وبتهدده، فبيعترف لها بكل حاجه. فبيقول له تود انه مرفوض من الشغل، وبما ان بيلي كده كده خسران بيعترف لمرات تود بكل حاجه بالتفصيل من اول علاقاته وخيانته ليها لحد خطته ان رون يسيب ميلي. وفجاه مرات تود بتصرخ فيهم كلهم وبتطردهم بره الاوضه وبتقفل بابها وراهم، وبتنزل ضرب في جوزها على كل اللي عملوا فيها وما بيقدرش يهرب منها لانه مربوط في السرير. وبتكون ميلي خدت اول عربيه جولف قدامها عشان تهرب من رون لانها مش طايقه تبص له، وبيجري هو كمان وراها بعربيه جولف برضه لحد ما بيهجم على عربيتها عشان يفهمها اللي حصل، لكنها بتقف مره واحده فبترمي رون على الترابيزه اللي قدامه ومنها على حمام السباحه، وبتخاف ميلي عليه فبتنط وراه فورا عشان تنقذه، وبتجيله الفرصه انه يحكي لها كل حاجه ومخطط تود من الاول، وان اللي شافته قدامها ده عشان يخوف تود ويخليه يعترف بكل حاجه، وبيترجاها تصدقه وفعلا بتصدقه، وبيقرروا انهم يتجوزوا فورا لانهم بيعشقوا بعض، وبيتم زواجهم على خير.